تعالوا اليوم نعمل أطيب ملفوف اليخنة أو كمان من له محشي اليخنة. حنعمله على الطريقة الحلبية وبيطلع معكم عن جد يعني شي ناهي منهنه على الأخير. تعالوا هيك هلأ لنشوف الوصفة مع بعض. عندي هلأ هون أنا ملفوف، عندي 4 كيلو من الملفوف. بس هذا الملفوف ما بيجي مدور مثل ما شايفين بالصورة، بيجي عادي بس كمان بيشتغل معي. هلأ بنقص هيك منه القرن هذا اللي بدنا نطلعهم لحتى هيك تطلع كل ورقة بورقتها مورقة، مثل هلا مو شايفين هون. حتى لما ننزلها بالمي تطلع معنا الورقة وما نتعذب. عندي هلا كيلو رز هون كمان نقعون انا كمان ساعة كاملة، وبحط لهم بعد ما صفيتهم منيح نص كيلو من اللحمة. وبنحط كمان نعناع ملعقة كبيرة. هلا بنحط هون كمان 4 معالق ونص من رب البندورة او دبس البندورة، كمان ملعقة ونص من البهار الاسود. وعندي هون كمان ملعقة كبيرة من الثوم، ثوم مهروس. وعندي هون كمان فنجان من الزيت النباتي. وكمان إذا في عندكم كمان إضافة ملعقة سمنة. بنحط لهم كمان هون كوب ونص من المي لحتى يطلع عنا هيك شوي مفلفل. وعندي ملعقة ونص كمان كبار من الملح. بنخلطهم كمان بإيدينا، ما هيك بندعكهم دعك حتى ما ينكسر معنا حبة الرز ما تنكسر. هلا هون مي مغلية، بحط هيك الملفوفة بغطيها كمان لحتى هيك بس دقيقتين، ما بدي اغطيها اكتر من هيك حتى ما يفرط معنا الملفوف. هلا بعد دقيقتين شايفين هيك هلا الملفوفة عم تطلع معي كل ورقة بورقتها. مشان هيك بنقصها هيك القرن حتى يسهل عنا، ونورقها كل ورقة بورقتها. وبنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة كمان بنحطهم. هلا بعد ما هيك طلعناهم على جنب حطيتهم صينية، بنشيل هاد العرق السميك منهم حتى نحسن نلفها مثل ما شايفين، وهي ما بنكبها ابدا. هلا بنجيب هيك الورق هاي، بنجيب واحدة تانية كبيرة كمان. هلا إذا كبيرة بنقصها كمان بالنص مثل ما شايفين. هلا هيك كمان بنشيل هذا العرق هذا السميك حتى نقدر نلفها. فيكن تلفوها مثل ما هي، مثل ما شايفينها بتلفوها. إذا بدكم إياها كمان كبيرة تطلع، إذا بدكم إياها هيك حبات صغيرة وسط بنقصها هيك بالنص كمان بيصير. هلا بنحط الحشو، الحشوة ما بنكترها كتير لأنه حتى بالطبخ ما تطلع معنا سميكة وتطلع من الحشوة. بس هي ابدا ما بدها كمان مثل الورق العنب بنسكرها من الجنابي، لانه هو الملفوف بده يلم على بعضه، يعني الحشو ابدا ما بتطلع لبرا. بنلف واحدة تانية كمان بنشوفها. ومثل ما قلت لكم لا تخافوا، لانه الملفوف ما بيطلع حبة الرز ما بتطلع ابدا من الملفوف، لانه على الطبخ كلها هي بتلم وبتسكر هيك لحالها. هي هيك صغيرة هي الملفوفة كمان بنقصها وبنلفها هيك من على الجنابي. اذا كمان هيك في شروش طالعة بنقصها ما في مشكلة، وتطلع معنا بهالشكل. هلا بعد ما لفهم كلهم كمان مثل مو شايفين، هلا هون لفيتهم كلهم، والعروق السميكة حطيتهم على جنب حتى احطهم بقلب الطنجرة. شوفوا لي هالمنظر هات يا عين. هلا كل شي هيك عروق شلتهم، من ناخد منهم شوي بنحطهم هيك بالأرضية حتى نحط اللحمة فوقن. هلا عندي لحمة أنا هون ريش. الريش منه فيهم لأنه دهنة، ومنه فيه عظم، ومنه فيه لحمة، يعني بكسب أنا ال3 هدول حتى يعطوني هالطعمة الخرافية. هلا بنحطهم هيك نحن هيك بنطبقهم بالأرضية. هلا عندي الملفوفات بمدهم بطريقة انه هون مديتهم كلهم بنفس الاتجاه، الطبقة الثانية بمدهم عكس الاتجاه اللي طبقناهم الطبقة اللي تحتها لحتى تخلص الكمية. هلا هون بحط لي راس توم كمان ليعطينا هيك النكهة الطيبة. هلا بعد ما هيك خلصناهم نكبسهم بأي مكبس عندكم موجود. بنحط لترين مي، يعني المي بدها تكون قبل الغليان بنحطها. وهيك هلا بنتركهم، يعني خلي المي بعدين خلي النار تغلي والمي هيك تبقبق عنا، بعدين بننوس النار على الأخير. هلا بعد هون ما أخذت معي أنا ساعة كاملة الطنجرة. بنحط لهم هون كمان أخذت من ميتها أنا للطنجرة هلا هون، وحطيت 5 معالق دبس البندورة. بنحط كمان هون معلقة كبيرة من الثوم، ونص ملعقة نص فنجان كمان من دبس الرمان. وبنحط لهم هون نص فنجان عصير ليمون.
وعندي هون ملعقة ونص كمان كبار من الملح، وعندي كمان ملعقة كبيرة من النعناع اليابس. هلا هون انا بعد ما اخذت الطنجرة معي ساعة كاملة بنحط هذا الصوص نحن، بنغطيها، بناخدها كمان نص ساعة تانية، بيصير هيك عنا هلا هيك الطنجرة اخذت على النار ساعة ونص كاملة. وشوفوا لي هاللون هذا بعد هيك الساعة ونص، يا سلام عن جد شي ناهي، ريحة روعة. هلا تعالوا هيك لنقلب الطنجرة ونسمع هالصوت هذا اللي عم بقبق هيك فيها. اسمعوا لي يا سلام، شي روعة. شوفوا لي هالمنظر هذا، والريحة عن جد ما بقلكن انتو، بس هيك لو تشموا الريحة كيف. وهيك بيكون عملنا اطيب عن جد محشي الملفوف. شوفوا لي هاللحمة انتو كيف فارطة. تعالوا هيك يلا لنشوف الملفوفة كيف مستوية، والحبة عن جد الحبة ابدا مو هيك مقفوسة. والملفوف مستوي كتير منيح، وهيك بطريقة انه كمان مو انه مهرتل. يا سلام، شي روعة.